الله. الحجي راح يشرح لنا ايه منين اجى هذا المسمى وشلون اخترعوه ومنو اكتشفه اللي هو عقال الراس. الله. تفضل حجي لك كلمه. ايه في زمان النعمان بن المنذر، نعم. هذا الحكي قبل الإسلام. ايه كسرى راد يتزوج بنت النعمان بن المنذر. نعم. النعمان بن المنذر رفض ينطيه مرة، فدز عليه البلاد فارس، قال له زوجني بنتك. قال له ما زوجك بنتي، عمامي واهلي والعرب ما يقبلون. فشنقه للنعمان بن المنذر بالحبل اللي يعقرون به الناقه. إيه؟ كان الحبل الابيض. نعم. الحبل الابيض شنق به، قال هذا انا شقك، هذا اللي يربطون به الناقه ويعقروها. اي ودز اهانه يعني قصدك. اي اهانه. ايش سووا العرب؟ سووا صبغوه اسود حزن عليه ولبسوه فوق رؤوسهم. الله. قال لهم هذا اللي مات ما قبل ينطي بنته الكسرى، فهذا نخليه تاج على رؤوسنا. فاصبح العقال هو وسامة العرب وشرفهم. والله معلومه راقيه. ماكو نادر من يعرفها، ولا هو هذا قصة العقال هي نسبة على النعمان بن المنذر. احسنت احسنت حجينا. الله يسلمك. شكرا على هالمعلومه والقصه الجميله. حبيب قلبي انت. ومنكم نستفيد.